كانت زيارة ترامب للمنطقة في إطار إحياء عملية السلام، ولكن الزيارة من زاوية أخرى أخذت طابعا فكاهيا أثار سخرية العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في أول مشهد لنزول ترامب وزوجته من طائرة إيرفورس 1 الرئاسية والتي قدمت من السعودية إلى مطار بن غوريون، وفي استقباله قادة الاحتلال، يحاول رئيس وزراء الاحتلال معانقة الرئيس الأمريكي، ولكن الأخير يفضل تقبيل زوجة نتنياهو سارة على بعد أمتار فقط. شريكة دونالد ترامب تضعه في موقف محرج، ميلانيا ترفض الإمساك بيده وتدفعها بعيدا في مشهد التقطته الكاميرات وكأنها تنتقم من المشهد الأول عندما قبل ترامب سارة نتنياهو. عضو الكنيست حزان المعروف بفضائحه الأخلاقية يخرج هاتفه النقال من جيبه ويقترح على الرئيس الأمريكي أخذ صورة سيلفي، ويتبادل ترامب نظرات الحيرة مع نتنياهو الذي يسعى عبثا بيده منع حزان من خرق البروتوكول. وفي بيان صادر عن البيت الأبيض حول زيارة ترامب إلى دولة الاحتلال، وقع خطأ إملائي استبدلت فيه كلمة السلام باللغة الإنجليزية من بيس إلى بيتش، أي الدراق. عادة ما كانت مصافحة ترامب للرؤساء تحمل مواقف فكاهية، وفي اللقاء الختامي بين ترامب ونتنياهو أراد رئيس وزراء الاحتلال التقاط صورة خلال مصافحة ترامب ليجد نفسه يمد يده للهواء. عندها أدار الرئيس الأمريكي ظهره محاولا الخروج، إلا أن الصحفيين أوعزوا له أن بنيامين يمد يده. لفضائية النجاح، رغي طبسية.